بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي في قناتي من مطبخ أم عبد الرؤوف. فيديو اليوم راح يكون على وصفة تقليدية 100%، اللي هي البراج اللي كما موضحة في الفيديو كما راكم تشوفوا. بعض ولايات الجزائر معروفة عندهم باسم المبرجة. مقاديرها بسيطة ومعروفة عند الكل. وصفة لذيذة ومبسة وهشيشة. إن شاء الله تنال إعجابكم هذا الوصفة اللي على الأغلب نديروها دائما في حلول فصل الربيع. نمر المقادير هذا الوصفة مباشرة. نحتاج في هذا الوصفة كيلة نتاع الغرس منقي ومرحي كما راكم تلاحظوا. عندي ملعقة صغير نصف ملعقة، عفوا من نصف ملعقة صغيرة نتاع الطيب أو القرنفل مرحي، ملعقة كبيرة نتاع ججلانية، ملعقة صغيرة نتاع قرفة، عندي ماء زهر، حليب، زيت وليدام، مارغرين أو سمن. عندي 4 كيلات نتاع سميد متوسط كما راكم تشوفوا. عندي ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة نتاع سكر عادي. نحطوا أولا ملعقة صغيرة نتاع الملح، يسمى نحطوا النواشف أولا، السميد مع الملح والملعقة كبيرة السكر، نخلطوهم مع بعض. نزيد معاهم كيلة نتاع ليدام، ليدام هذا اللي يحب يعني يدير مارغرين، اللي يحب يدير السمن. أنا استعملت مارغرين وكاس زيت، يعني باش يكون البراج نتاعنا مبسس مليح. هنايا المارغرين تكون ذايبة وباردة، نحطها الليدام تاعنا على السميد ونخلطهم. ندخل مليح المارغرين أو ليدام تاعنا في السميد. يعني الوصفة نتاع الأبراج يعني تشبه كثيرا وصفة مقرود الكوشة. نضيف هنايا كاس نتاع الزيت إلا أصبع مع هذيك الكيلة نتاع الإدام اللي كنا حطيناها من قبل. ونخلط السميد نتاعنا وندخل فيه هذاك الإدام مليح. هذه الطريقة احنا عندنا في الشرق نقولوا لها نمحر السميد، يعني ندخل الإدام مليح في السميد يوصل لواحد المرحلة يكون ثقيل ويتبدل اللون نتاعو. راح نشوفوها في الفيديو. وراح تشوفوا طريقة يعني نختبروا فيها السميد نتاعنا راهو وصل للمرحلة نتاع التبساس ولا مازال. كما راكم تشوفوا هذه هي الطريقة اللي نمحروا بها السميد، وهذه هي الطريقة اللي كنت قلت لكم عليها نختبروا فيها السميد. هنايا راني كورت السميد. هنا الكرة نتاعنا راهي تحلت، يسمى مازال شوية، نزيدو نمحرو شوية. نزيد نكور السميد نتاعنا ونحط الكرة. إذا تشققت مازال، إذا ما تشقتش السميد نتاعنا راهو تبسس، وصل مرحلة جيدة. هنايا نروحو عند الغرس نتاعنا، الكيلة نتاع الغرس اللي كنت نقيتها ورحيتها. نضيف لها القليل من ماء الزهر ونعجنها مليح. ندخل ماء الزهر في الغرس نتاعنا باش يولي يوصل لمرحلة يكون طري، وهذا هو السر هنا باش يكون البراج نتاعنا يكون يذوب في الفم، ما يكونش ملكع. نكمل نعجن الغرس جيدا بماء الزهر حتى يولي مرحلة يكون طري.
هنايا الصحن ما ساعدنيش، راح نحط الغرس في طاولة العمل، ونضيف لها هاد المقادير هذو اللي القرفة والجهجانية والطيب. المرحلة هذه مهمة جدا للعملية نتاع عجن الغرس، باش يعطينا نتيجة مليحة. نعجن مليح الغرس، ندخل فيه هذوك التوابل اللي كنت قلت عليهم، القرفة والطيب والجلانية. نزيد شوية ماء الزهر لأنه خاص شوية، لازم يكون طري مليح باش يتناسق مع السميد من بعد كي نحطوهم طبقات. كما راكم تشوفوا لازم العجن يكون بهذه الطريقة، نلموه مليح. بعد ما نشوفوا بين يديا طري مليح، نضيف شوية زيت باش نلم بها هذا الغرس، ونشكلو قرص كبير كما راكم تلاحظوا في الفيديو. يعني البراج لازم يكون بهذه الخطوات نتاعو، وتكون الوصفة ناجحة. لازم نتبع الخطوات بالترتيب. هنا هاني كنت حطيت الزيت باش نلم بها الغرس. يعني دائما نجاح الوصفة هي اتباع الخطوات والمقادير بالتحديد. هنايا راني حطيت، هنا راكم تشوفوا القوام نتاع الغرس، المرحلة اللي وصل ليها. حطيته على جنب وقرصته قرص كبير. نروحوا للسميد اللي كنت درت له ليدام ومحرطه مليح، ارتاح شوية. هنايا حطيت له كمية من ماء الزهر، كمية، ومن بعد كمية من الحليب كما راكم تشوفوا، ونكملها بالماء. يعني المجموع نتاعها كيلة نتاع كيلة نتاع خليط الماء وماء الزهر والحليب. يعني هاد الكيلة هذه على حسب الدقيق. يعني إذا كان شرب، إذا ما شربش يعني راح نزيدوا له شوية نتاع الماء الزهر أو الماء. يعني أنا كيلة كفات في هذا السميد هذا. نخلط بهذه الطريقة هذه بالأصابع فقط، ما نعجنش الدقيق أو السميد، ما نعجنوش، اللم فقط كما راكم تشوفوا في الفيديو. بعد ما نكمل الكمية نتاع السوائل الثلاثة، الكيلة، نلم هذا السميد هذا ونشكلو كرتين، زوج قرصات يعني كبار. تبعوا مليح يعني الخطوات نتاع الوصفة باش تكون يعني الوصفة ناجحة، سواء البراج أو مقرود الكوشة بنفس الطريقة. يعني راح يكون لبساس، وراح تكون لمو سميد. هنا كما راكم تشوفوا راني غير بالأصابع فقط، ما ندخلش الكف. هنا راني قسمت العجين أو السميد إلى نصفين. من الأحسن يكون نصف واحد أكبر من واحد بشوية. راح نستعين بالورق البلاستيكي. دائما نقول باللي كيس نتاع الخبز هو اللي راح يساعدنا في كل عمليات نتاع الخبز. أنا راني حطيت الخبزة النصف الأول حطيته فوق كيس بلاستيكي. بعدها راح نحط مباشرة في الغرس اللي كنت قرصته وشكلته قرص كبير، راح نحطه فوقه. الطبقة الثالثة راح تكون النصف الثاني من السميد.
لازم نحطوا الطبقات في هذه المرحلة الأولية. كما راكم تلاحظوا نزيد الطبقة الأخيرة الثالثة. بعد ما حطيت الطبقة الثالثة نحاول نغلق الطبقة الأولى من العجين والطبقة الثالثة من العجين أيضا على الحواف كما راكم تشوفوا، ونسوي حواف العجين. لاحظوا مليح الفيديو مرحلة بمرحلة، لأنه هذا الغلق هذا راح نتفاداو خروج الغرس يعني على الجوانب، راح يسهل علينا باش نحلو هاد القرصة. هنا راني غلقتها، وراح نبدا نزيد نحط كيس بلاستيكي من فوق، ونستعين بالحلال أو باليدين. يعني أنا كنت أنا يعني معتادة يعني نحل القرصة نتاع البراج باليدين، لكن للمبتدئات لازم نستعمل الكيس بلاستيكي من تحت ومن فوق، راح تعطينا نتيجة رائعة. كما راكم تشوفوا حلينا القرصة نتاعنا بالكيس بلاستيكي استعنا به، كانت النتيجة كما راكم تشوفوا في الفيديو. في المرحلة هذه كنت نسيت يعني نعت لكم ملعقتين كبيرتين نحيتهم من السميد قبل ما نحطوا فيها السوائل كما راكم تشوفوا في الفيديو. نحطها بعد ما سويت يعني القرصة الكبيرة، نحط هذه الملعقتين تاع السميد من فوق لاحظوا مليح الفيديو. راح نقوم بهذه العملية من فوق لأنه هذه لازمة بهذه الطريقة هذه كامل القرصة. وصلنا لمرحلة نتاع التقطيع، هنايا اختياري انك ديري بالطابع اللي راح يحط لك الحبات كامل، يقص لك الحبات كامل كيف بعضها. انايا قصيتها يعني بالسكين كما راكم تشوفوا، جاو الحبات كامل كيف بعض بهذه الطريقة هذه. حتى يعني باش تهزي الحبة من كيس بلاستيكي يعني راح يسهل عليك هذا الطريقة، ما يتلصقش يعني في الكيس. شوفوا هنايا السمك نتاعها، انا كامل الحبات راني كنت قصيتهم كما راكم تشوفوا. نكون هنايا في الوقت سخنت الطاجين تاعي على نار متوسطة، ونحط بالحبات يعني نعمر الطاجين، نحط الكمية نتاع حبات البراج حتى تحمر لي يعني من تحت، ونزيدو لها من فوق، وراح تخرج لنا بهذا اللون وهذا الشكل. نتمنى تجربوا هذه الوصفة التقليدية والرائعة. سلام.